السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعرف طريقة تجفيف الملوخية الخضراء. تجفيف الملوخية الخضراء يعني بنحول الملوخية الخضراء لملوخية ناشفة بحيث ان احنا نخزنها وتفضل معانا طول السنة. وهقولك ازاي تحافظي على خضار الملوخية معاكي وعلى طعمها بحيث ان طعمها ولونها ما يتغيرش معانا طول السنة في خطوتين اتنين بس، وازاي تاخدي احسن ملوخية. يا ريت لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان تعملوا لايك للفيديو ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك باسم يوميات ياسمين مطر. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنا طبعا بنجيب الملوخية وبنقطفها. طبعا يفضل ان الملوخية تكون ملوخية كبيرة شوية زي ما انتم شايفين كده. انا قطفتها وسبت فيها العنقود ده. مهم جدا انك تسيبي العنقود ده عشان العنقود ده هو اللي هيديكي المطة اللي بتبقى موجودة في الملوخية. تمام. طبعا بتنقيها كويس جدا، اي ورقة صفراء بتتخلصي منها، اي حشائش، المهم بتاخدي ورقة الملوخية وبس كده. اهم خطوة بقى عندنا هنا ان احنا لازم ناخدها نغسلها كويس جدا تحت المية لحد لما نلاقي ان المية بتاعتها بقت نظيفة تماما. شايفين لون المية؟ طبعا هنغسلها اكتر من مرة لحد لما المية بتاعتها تنضف زي ما قلت. انا غسلتها حوالي 3 مرات لحد لما نطفت معايا تماما. بعد طبعا ما بغسلها كويس جدا بشوف مصفى واحطها فيه واسيبها تصفي المية اللي موجودة فيها. اول خطوة علشان تحافظي على لونها اخضر معاكي ان انتي ما تنشفيهاش في الشمس. تمام. دي هنا اوضة بنتي، جبت ملاية قديمة فرشتها على السرير، تقدري تنشفيها على صينية مفيش اي مشكلة. بدأت افرد الملوخية بتاعتي. طبعا هفرد الكمية اللي عندي كلها وهسيبها كده في الأوضة حوالي 3 أو 4 أيام زي ما قلت. عشان أول خطوة علشان تحافظي على خضرها ان انتي ما تنشفيهاش في الشمس، نشفيها في مكان ظل. تمام. ده هنا شكلها بعد ما فردت الكمية كلها عندي. وزي ما قلت لكم هسيبها حوالي 3 أو 4 أيام مع التقليب، يعني كل يوم هقلب فيها شوية. تمام. هنا ده هنا اليوم الرابع. بصوا نشفت معايا خلاص. تمام. وبقت جاهزة ان انا اخدها وافرمها واجهزها معايا. هقول لكم على الخطوة التانية اللي هتخليها برضو خضرة معاكي وتفضل خضرة معاكي طول السنة داخل الفيديو. طبعا هنا بعد ما نشفت معايا تماما هجيب الكبة بتاعتي وهبدأ ان انا اضربها فيها او افرمها انعمها فيها. تمام. لو لقيتي اي ورقة صفرة او كده يا ريت تبقي تشيليها. تمام. طبعا هنا انا بملى الكبة بتاعتي وبعدين هبدأ اغطي وبعدين هبدأ تفرميها بقى لحد لما تاخدي درجة النعومة اللي انتي حباها. حابة ان انتي تنعميها خالص مفيش مشكلة. طبعا ده على حسب اختيارك انتي، بس هي لو ناعمة طبعا بتبقى افضل. بصوا لونها حلو قوي ازاي. هنا بقى بدأت اخدها واحطها في كيس طبعا على حسب الكمية اللي عندك. الخطوة التانية اللي هتخلي الملوخية عندك خضرة طول السنة هي انك تحتفظي بيها في التلاجة. لو احتفظتي بيها بره التلاجة هتلاقي لونها غير معاكي تماما وبهت وما بقاش بالخضار المطلوب. تمام. كده بقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، وان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتير. بتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو. منتظرة دعمكم ليا للصفحة وللقناة. اقول لكم مع الف سلامة وباي باي.